افتكروا كلامي كويس، احنا بقينا في 2026، يعني السرعه بقت جزء من توقعات الناس مش رفاهيه. العميل النهارده مش بيقارنك بأقرب منافس ليك، هو بيقارن تجربتك بأي تجربة تانية عاشها في أي مكان تاني غيرك. العربية بقت بتيجي بأبلكيشن في دقايق، الأكل بقى بيطلب بسهولة بمسج واتساب أو أي أبلكيشن. حتى التحويل البنكي بقى الابلكيشن في ثانيه، مش محتاجه انك تروح البنك. الكشوفات والخدمات الطبيه بقت اونلاين، بقى ليها ابلكيشنز، بقى ليها سي ار ام سيستم بيدرع. فطبيعي جدا يبقى عنده صفر صبر اتجاه التاخير والتعقيد. زمن بقى استنى شويه، تعالى اقعد كتير، تعالى عندك انتظار، تعالى خد دور، تعالى لنا الفرع. كل ده بقى بيخسرك كل يوم، كل يوم بيخسرك حته من غير ما تحس، هتبان على المدى البعيد. فاللي هيكسب الفتره الجايه مش بالضروره اللي عنده احسن منتج او احسن خدمه، لكن اللي يعرف يقدم الخدمه بشكل اذكى واسرع واريح نفسيا للعميل. خدمه العملاء وتجربه العميل بقى هم الكينج الحقيقي لشغلك. فعشان تكسب السوق في جيبك، قلل وقت الانتظار، سهل الخطوات، رد بسرعة، خلي العميل يحس انك مقدر وقته. خد بالك لما العميل بيرتاح معاك، هو مش بس بيرجع لك مرة واثنين وثلاثة، ده بيتحول ليك لخط مبيعات مجاني يوفر عليك فلوس جدا وسهل. وافتكر ده، عميل راضي يعني ثقة، وثقة يعني ترشيحات، وترشيحات يعني إنه أقوى وأرخص من أي تسويق وأي دعاية زي ما الناس بتسميها. والمشروعات اللي لسه فاكرة إن الناس مضطرة تستحمل غالبا هتصطدم، لأن المنافسة بقت بضغطة والبديل دايما موجود. أشوفكم الريل اللي جاي. سلام.